مريم وفداء، زهور، مايا وروان، أطفال دون 12 عاما طالتهم الأيادي البيضاء التي كانت لها الفضل في تقديم الرعاية الطبية المجانية لهم من خلال برنامج الرحمة الذي يبث عبر أثير إذاعة بوير FM. فخلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي ساهم برنامج الرحمة وبدعم من القلوب الرحيمة في تقديم جزء من المساعدة الطبية ل5 أطفال. فداء العبد الله البالغة من العمر 3 سنوات تعاني من ضمور دماغي مع وجود فتحة في القلب وانفتاق بالسرة وبياض في العين. تحمل برنامج الرحمة تكاليف الأدوية اللازمة إضافة إلى تقديم نفقات السفر إلى دمشق لاستكمال العلاج. الطفلة مريم مجدل التي تبلغ من العمر 10 سنوات ساهمت الأيادي البيضاء من خلال البرنامج بتركيب سماعة في الأذن اليسرى بعد أن كانت تعاني من نقص في حاسة السمع. أما الطفلة زهور العبد الله البالغة من العمر 5 أعوام فتعاني من أعراض وعلامات تأخر تطور روحي وحركي والإصابة بضمور دماغي شديد. تكفل برنامج الرحمة بتقديم الأدوية اللازمة لها طول فترة العلاج. الطفل روان إبراهيم الذي يبلغ من العمر 3 سنوات لديه أعراض وعلامات تأخر تطور روحي حركي. تكفل البرنامج بإجراء جلسات معالجة فيزيائية فضلا عن تقديم الأدوية العلاجية اللازمة. أخيرا الطفلة مايا فارس البالغة من العمر 8 أعوام كانت تعاني من انسداد في الأنف، حيث تكفلت الأيادي البيضاء بإجراء عملية جراحية لها. شهر تلو الآخر ويوما بعد يوم تبقى القلوب الرحيمة حاضرة على الموعد من أجل تقديم الدعم الصحي للأطفال المرضى، وليكون ذلك بشارة خير على وجود الآخر الذي يبقى يشعر بحاجة الآخر إليه. هي محاولة لإبقاء خيط الرحمة موصولا بين المحتاجين وبين من يسعى لأن يكون سببا لإعادة البسمة والصحة لهؤلاء الأطفال. الرحمة ستبقى ما دامت قلوبكم تخفق بالرحمة.